مفيش اي حد صدق ان ده رقاق. قعدت احلف لهم والله رقاق يا جماعه، مفيش حد صدقني لحد ما قلت لهم هتشوفوا بنفسكم في الفيديو لما ينزل. الرقاق الناشف فاكرينه بس بيتعمل صواني وخلاص، لكن الطريقه دي احسن مليون مره من الصواني. هتعمليه سندوتشات بالشكل ده وهتقدميه على سفرتك، سهل وشيك، ولا بقى يتفتفت ولا يقع ولا يتكسر ولا اي حاجه، واللي بياخد واحده بيخلصها. وكمان هعلمك النهارده ازاي تعملي بربع كيلو لحمه مفرومه اكتر من 18 سندوتش. ايه ده معقول؟ اه والله معقول. بس قبل ما نبدا صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شجعوا اختكم حوريه بلايك علشان اقدر استمر معاكم، ويلا بينا نبدا ونقول بسم الله. في الاول معايا نص كيلو من البصل المفروم، معاهم ربع كيلو من اللحمه المفرومه. ايه ده معقول نص كيلو بصل على ربع كيلو لحمه؟ استني بس عليا وهعمل لك حشوه هتعتمديها بعد كده. هنحط نص كيلو البصل في الكبه بعد ما يتفرم طبعا. بعدين بقى هننزل عليه بربع كيلو من اللحمه المفرومه، يعني البصل ضعف اللحمه. وبعدين بقى هننزل عليه بأربع خمس فصوص من التوم، وعليهم معلقة كبيرة من البابريكا، رشة فلفل اسود، توم وبصل بودرة، وشوية بقى من توابل الكفتة، ومعلقة صغيرة من الملح. واضربي ده كله مع بعض كويس قوي. الخلطة اللي بنعملها دي بتكون خلطة كده شبيهة بالسجق، لما بتعمليها في اي حشوة بتديكي طعم كأنك عاملة حشوة سجق، مش حشوة لحمة عصاج يعني. فالبصل ما بيبانش ان هو بصل ولا اللي هو كتير ولا اي حاجة. البصل بياخد من طعم اللحمة والتوابل وبيبقى طعمه هايل جدا زي لحمة الحواوشي كده. هنجيب بقى طاسة على النار نحميها كويس قوي، ونحط معلقة كده مليانة من السمنة، سمنة بلدي، سمنة عادية، زبدة، زيت براحتك، لكن يفضل يعني تستخدمي سمنة بلدي. حطيت معلقة من السمنة، هنزل بقى عليها بعد ما تسخن قوي بالحشوة. الحشوة بتاعتي يا جماعة مسافة ما بتنزل في الزيت او في السمنة الريحة بتهبها في البيت كله ما شاء الله. هنشوحها بقى على نار عالية، ما نهديش النار خالص، هسيبها كده تاخد الصدمة بتاعتها وبعدين نبدأ نشوح فيها شوية بشوية. طيب يا حورية، ينفع نعمل بقى الوصفة دي بلحمة متعصجة عادية؟ اه طبعا ينفع. طب ينفع فراخ مثلا بانيه؟ اه طبعا ينفع. ينفع ايه كمان؟ ينفع سجق، ينفع خضار، ينفع مشروم، ينفع جبن، بس براحتك خالص. اعملي اللي يريحك والحشوة اللي تعجبك. بعد اللحمه بقى ما اتشوحت معايا بالشكل ده هنزل عليها بطماطمايه متقطعه قطع صغيره، وكمان قرنين كده من الفلفل الحامي والبارد، واديها بقى تقليبه. شايفين ربع كيلو اللحمه المفرومه عمل كميه قد ايه؟ اللهم بارك. بتكون طعمه وطعمها مسكر وزي العسل. جربي الاول كده في ربع كيلو، لو عجبتك اعملي دايما منها كميه وخليها جاهزه عندك في الفريزر على الاستخدام على طول. تنفع على فكره في مكرونه بشاميل، وتنفع في حاجات كتير جدا، والجلاش كمان طبعا. خلاص بقى فضيت اهو الخلطه بتاعتي واركنها على جنب. هنجيب بقى شويه شوربه حلوين، ودي مش شوربه لحمه ولا فراخ، انا عاملاها بمرق الدجاج، فالشوربه المتوفره عندك استخدميها. ممكن تستخدمي لبن لو عاوزه. المهم هنبل رقاق بله حلوه كده من الجنبين، كاننا بالظبط هنعمله صينيه، بس مش هنحطه بقى في صينيه. هجيب صاج كده وهبدا بقى ان انا ارص فيه الرقاق بتاعي اللي ببله ده، واحده واحده كده ونرصهم جنب بعض. طريقة سهلة وممتعة قوي في التحضير. بصوا بقى، لو هتستخدمي لبن بدل الشوربة، برضو ملحي اللبن، ملحيه بشوية من الملح والفلفل علشان برضو ما يكونش طعمه عادم. عايزة اقول لكم ان انا ليا واحدة صاحبتي زمان من ايام ابتدائي كانت بتقولي ان هما بيعملوا الرقاق ده بطريقة حلوة قوي، هبقى اعمله لكم ان شاء الله قريب. بيبلوا الرقاق كده بس بلبن بسكر، وبيطبقوه اربع تربع وبيحمروه في الزيت. يا نهار ابيض على الجمال، كلته مره عندها كان رهيب، كنا اطفال بقى، فطعمه بيكون حلو قوي. بصوا بقى، بجيب الرقاق بتاعي بعد ما طريناه كده، بنحط فيه الحشوه، وممكن نعمله بالطريقه دي اللي هي بنعمله مربعات، او نعمله بالطريقه اللي هوريها لكم دلوقتي اللي هي المثلثات اللي زي الكريب. اعمليه بالطريقه اللي تريحك. ممكن تلفيه رول زي العيش السوري، زي الشاورما، براحتك يعني، مش هتفرق خالص طريقه اللف. فاهمين قصدي؟ بصوا بقى الموضوع سهل ازاي وجميل. وعايزه اقول لكم ان الرقاق الناشف اصلا بيكون طعمه حلو قوي في الاكل، اللقمه نفسها بتكون طعمه. انتوا فاهميني اكيد يعني. مش كل الناس اصلا بيعملوه بلحمه ولا محشي. في المنوفيه يعني اهل جوزي في المنوفيه بيعملوه من غير لحوم. بيعملوا الرقاق ده
بالشوربه برضو بيسقوه كده بالشوربه وبيرصوه في الصينيه راق ورا راق ورا راق. وطبعا بيدهنوا سمنه وفي الاخر بيدخلوه الفرن. بس الرقاق ده مش بيتعمل غير جنب لو عاملين بط، عندهم شوربه دسمه، عاملين ملوخيه، يتغمس بيه الملوخيه زيه زي العيش، بس بيكون طعمه زي الفطير، حاجه كده اللهم بارك، سكر بجد ما شاء الله. انا اول مره اكلته استغربت، قلت هما ازاي عاملين ايه ده، عاملين رقاق ازاي من غير لحمه. بس لما اكلته ما شاء الله حلو قوي قوي بجد، وبقيت بستناه بجد ما شاء الله. بصوا دي الطريقه التانية اللي هي السمبوكسه اللي شبه الكريب كده او شبه القرطاس. دي طريقه برضو تانية لللف، بتحطي الحشوه وبعدين بتطبقي سبعات سبعات كده. فالموضوع سهل خالص، اعملي الطريقه زي ما اتفقنا اللي تريحك او اللي تناسبك. ويلا بينا بقى اقول لكم على طريقة التسوية. طريقة التسوية ممكن طريقتين. الطريقة الاولى وهو ان انت تسيبيه في الصاج كده وتدهنيه بالسمنة وتدخليه الفرن يتحمص او يتشمع من فوق ومن تحت ويطلع معانا ما شاء الله زي الفل. الطريقة بقى الأسهل والأحلى واللي أنا بحبها وهي طريقة البوتاجاز أو طريقة الجريل. مش شرط خالص يكون عندك جريل، يعني أي طاسة أو صينية حطي فيها معلقتين تلاتة كده من الزيت وابدأي حمري فيه الرقاق بتاعك كأنك بالظبط بتعملي عيش سوري أو بتعملي شاورما يعني سوري. الناس بقى اللي دقوه عمالين يقولوا لي قولي لي ده ايه ده، مستحيل دوت يكون رقاق. والله لا ده مش رقاق. ايوه هو رقاق، صدقتوا بقى ولا لا؟ ما شاء الله. يلا بينا واحنا شغالين نقول الدعاء. اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم في أمر جديد، اخرجنا من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك ندفع ما لا نطيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم امين يا رب العالمين. خلاص فاضل ايام رمضان بيخلص، ربنا يعيده علينا يا رب بالخير واليمن والبركات، وان شاء الله يا رب تطلعوا منه وانتم مجبورين كلكم يا رب. بصوا بقى خلاص الرقاق بتاعي خلص، عايزه اقول لكم الجلاش يعني وانا شغاله مش مصدقه انه رقاق اصلا. بص بقى طريقته سهلة وبسيطة وسريعة ويستاهل بقكم. بالنسبة للحشوة، الحشوة بتكون طرية كده وجوسي ومسكرة، البصل عشان كتير بيخليها مسكرة كده ومعسلة. بص وصفة سريعة وسهلة، لو جالك ضيف على الفجأة ممكن تحشيها حلو لو حابة، ممكن تحشيها حادق، ممكن تعمليها بالجبن وتعمليها على السحور. يعني ابتكري انت بقى يا فوزية. ايه رأيكم في الجمال والحلاوة؟ تعالوا نقطع واحدة كده مع بعض. ما شاء الله بصوا قد ايه من بره كريسبي ومن جوه جوسي والحشوه رهيبه والفلفل مشطشط كده. تصدقوا انا جعت. بحبكم جدا جدا في الله. كانت معاكم حوريه، استنوني فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.